السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بيان وعلى خير. انا جبت لكم مغارة مكشوفة هبطت. انظر، أرأيت جرن على داخله جرن. وهنا جرن على شكل بصمة. وهنا سير خفيف، وهذه الدائرة نحتوها شكل البوابة. هذا شكل البوابة، هذه شكل البوابة. أرأيت، ولكن صعبة جدا. لازم تنزع هذه الصخرة كامل وتزيد تهبط تحت، تتلاقى مع الحجارة. كاين مواليها، صح أنا ما نقدرش، أنا إنسان نحلل برك فقط. أنا باش نطلع للجبل راني نموت نعيا. أنا نحلل لكم. شوف كيفاش موضوع الصخور فوقها، شوف كيفاش موضوع الصخور فوقها. وصخرة الأم هاي لك، هاي صخرة الأم، هاي حتى هناك حوالي 20 متر. وهنا مغارة، أحجار كبيرة الحجم مرصوفة فوق المغارة. هذا شكل البوابة. رأيت، نصعد من فوق. انظر، حجارة موضوعة مرصوفة فوق بعضها. هنا على شكل هبوط الأمطار، داروا لها شغل طريق هايليك، فما تأثرش على المغارة. وبطول السنين هذه المغارة تكتشف، باسكو بدات تهبط، بدات تبان، ثم بطول السنين تبان. طول شوية بصح تبان، فاهم ليش؟ لا توجد إشارة من غير الجرن وشكل البوابة. انظر ضرب السيف. حجارة فوق بعضها فوق المغارة. الجرن الجانبي دائما ما يكون تثبيت، قليل جدا ما يكون توجيه. وهذا الجرن على شكل فيه علامة على شكل جرة. توجد هنا جرة، ولكن أين هي الجرة؟ انظر، انظر على شكل جرة. الهدية جرة وليست ران. ولكن أين هي الهدية؟ هل الصخرة شكلها هكذا وداخلها؟ الله أعلم. كاين شي إشارات ما تقدرش تحللهم، بصح مع طول السنين تقدر تحللهم. احنا ما نعرفوش كلش، انا ما نعرفش كلش. كاين إشارات نغلط وكاين إشارات نصيب نورمال عادي جدا. انظر الإشارة هذه، انظر سيال وجرن، سيال وجرن مع بصمة.
رجال وجل مع بصمة. لايك للمزيد والاشتراك في القناة باش يوصلك كامل جديد، وان شاء الله الفيديو القادم نحلو هذه الجرة بإذن الله. طلعونا الفيديو، ما تنسوناش راني في وسط الجبل على 3 تاع العشية. هاي شكرا لكم، صحة خوتي.